الإخوان الأخوات، مساء الخير. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على واحد الموضوع اللي ربما ما كاينش شي واحد ما عاشوش. هذا الموضوع هو الرفض من طرف الآخر، سواء شريك الحياة أو العائلة أو صديق أو حبيب. كنقدروا نديروا فرضيات باش نبرروا هذاك الرفض، باش نفهموا هذاك الرفض، وكنقولوا ان هذا الرفض ترفضنا لانه لقى ما احسن منا، او ما بقاش كيستافد منا، او استافد وما بقاش عنده غرض بيك. هادو من بين الفرضيات، ولكن اللي مهم بالنسبه ليا في هذا الفيديو هو الاحساس اللي كينتج على الرفض. كيفاش كتحس ملي كيتم الرفض ديالك؟ ملي الصديق ديالك كيخرجك من حياته، او ملي الحبيب ديالك كيعطيك بالظهر ويخليك، او ملي العائله ديالك كتسد الباب في وجهك وتخليك برا حياتها، وربما في وقت تقدر تكون في امس الحاجه ليها. طبعا الاحساس هو الالم، كيضرنا في خاطرنا. مؤلم ان الناس اللي عزازين عليك يخرجوك من حياتهم بدون سابق انذار، وغالبا ما كيكونش الرفض ناتج على شي خطأ درتيه. كتحس بالألم لأن ماشي هذيك هي الانتظارات ديالك من الشخص اللي عزيز عليك واللي رفضك. كتحس بالألم لأنك كتعتقد أن القيمة ديالك عندهم هي نفس القيمة ديالهم عندك. كتحس بالمرارة لأن المبدأ ديالك في الحياة هو أن علاقة الدم، العلاقة الأسرية، أقوى من أي مصالح، وما يمكنش دمك ينفرك، لأن كتعتقد أن هذا مبدأ، ولأنك أنت ما تقدرش دير نفس الفعل وتدور وجهك أو لا تتخلى على إنسان من دمك ولحمك، وخصوصا إذا كان محتاج. كتحس بالألم لأن الصداقة بالنسبة ليك مقدسة، وكتقول ما يمكنش الصديق يتخلى على الصديق ديالو بدون مبرر معقول. كتحس بالألم لأن الحبيب ديالك أغلى ما عندك، وإمكانية خيانة العهد شي حاجة خارج التوقعات ديالك. الألم كيحس به الإنسان النظيف الصادق اللي عنده مبادئ في الحياة. الألم كيحس به الإنسان الصادق في علاقته مع الناس، سواء مع العائلة ديالو أو مع الأصدقاء أو مع شريك حياته. ولكن كاينين الناس اللي كيدمرهم هذا الألم الناتج عن التخلي، الناتج عن الرفض. هاد الناس كيوليو منعزلين، كيلوموا راسهم، كيحسبوا راسهم وكيعاقبوا راسهم. كيفاش تتصرف في حالة التخلي المفاجئ، أو لا حتى في حالة التخلي التدريجي اللي كيجي بنقص الاهتمام ولا مبالاة؟ إلا كنتي من الناس اللي كيعيشوا هاد الحالة، ما تطيحش في الخطأ ديال تسد على راسك وتعذب راسك وتبقى تبكي. غادي توقف هذاك اللوم اللي كتلوم راسك، غادي توقف هذاك الحساب وداك العقاب اللي كتحاسب وتعاقب راسك، غادي تهون على راسك، غادي تكالما وتركز على راسك. وشنو كنقصد هنا بتركز على راسك؟ ملي كيتخلى عليك شي انسان كيف ما كان، غادي تقول هذه الفرصة جابها لي الله، غادي تقول ان هذه فرصة جابها لك الله باش تراجع الطريقة ديال التعامل ديالك مع هاد الناس. إلا كنتي مثلا سخي كريم، كتعطي بلا حساب، ماشي مقصود فقط الفلوس، كتعطي الفلوس، كتعطي الوقت، كتعطي النصائح، كتعطي الطاقة، كتعطي الجهد على حسابك انت، على حساب الوقت ديالك، على حساب صحتك، على حساب الأحاسيس ديالك. ملي تخلى عليك شي إنسان كما كان، غادي تاخدها فرصة باش تعاود النظر في طريقة معاملتك، لأن كاينين حاجات من الأفضل ما تعطوش إلا لمن يستحق. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، غادي تحاول تلقى شي نشاط اللي تطور فيه راسك. إذا كنتي ولد مثلا،
غادي تلعب كرة القدم، تعلم شي لوجيسيال، تعلم شي لغة أجنبية كتعجبك، دير لا سال، دير لا ميسكولاسيون، قرا كتب في المجال اللي كيعجبك. واذا كنتي بنت غادي ديري نفس الشيء، وتقدري تزيدي عليهم الطياب. زوين طياب فن، قراي كتوبه، تعلمي لغه اجنبيه، قراي في المجال اللي كيعجبك، رسمي. واذا كنتو باقيين كتقراو، باقي كتمشي للمدرسه او الجامعه، توسع في داكشي اللي كتقراوه مع الاساتذه ديالكم، تعمقوا فيه وتميزوا فيه. اللي مهم هو ما تشغلش راسك، ما تشغلش بالك بالشخص اللي رفضك او رفض الصداقه ديالك ودور عليك وجهه وسد عليك الباب. ما تبقاش جالس حابس راسك كتبكي، ما تهلكش راسك، ما تعذبش راسك، ما تلومش راسك، ما تقولش انا خايب، انا ضعيف، انا ما نستاهلش. لا، ما تديرش هادشي. وفي نفس الوقت ما تفكرش تنتقم من هذاك الشخص. اذا كنتي مثلا غتمشي لاصال اولا كتعلم شي لوجيسيال اولا اي نشاط كتمارسو في اطار التركيز على راسك، ما تفكرش تنتقم من هذاك الشخص اللي تخلى عليك. احسن انتقام هو تشغل راسك بشي حاجه فيها فايده ليك، للصحه ديالك والعقل ديالك والذكاء ديالك. ملي غادي تهتم براسك وغادي تركز على راسك، غادي تولي انسان سعيد، غادي تصالح مع راسك، غادي تسمع لراسك، لان احسن صاحب هو راسك، واكثر شخص يمكن يبغيك هو راسك، واكثر شخص يبغي لك الخير هو راسك، وافضل شخص ممكن تتكلم معه هو راسك. غادي تلقى راسك موحش راسك. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والخير هنا هو انك رجعتي لراسك من بعد ما كان راسك كله عطيتيه للناس والعائله والصحاب. جهدك، الاحاسيس ديالك، وقتك، الفلوس ديالك، كل شيء كتعطيه لهم، ولكن كيقدروش داك العطاء وداك السخاء. اذا الحاجه اللي خصك ديرها هي انك تحول داك الرفض وداك الخذلان لقوه ايجابيه. الفشل ديالك غادي تردو نجاح. تفكر دائما ان القيمه ديالك ماشي شي حد اللي كيعطيها لك، القيمه ديالك كتجي من ذاتك، من الداخل ديالك، ماشي من برا ولا من الاحكام ديال الناس عليك. الانشطه اللي ذكرناها هي اللي غادي تخليك تكبر وغتكبر القيمه ديالك. القرايه مثلا كتكبر العقل، والرياضه كتعطي توازن الجسم وكتاثر على العقل، كيولي العقل يفكر بشكل ايجابي. هادشي غيعطيك قيمه كبيره، وغيعطيك خصوصا ثقه كبيره في النفس ديالك. وملي تكون كدير هادشي ومواظب، يعني دايما كديرو ما كتوقفش، كيولي عندك اسلوب حياه، تما غتولي انسان جذاب. غتلاحظ ان الناس كينجذبوا ليك وباغيينك تكون صاحبهم، وباغيين يدخلوا في الدائره ديال المعارف ديالك. ديك الساعه انت ولا انت اللي غادي تحددي شكون اللي تدخل في الدائره ديال الصداقه ديالك او ديال المعارف ديالك. وما تاخذش الرفض اللي رفضك اي شخص كيف ما كان على اساس انه النهايه. اعتبر ان هذا الرفض هو بدايه التصالح مع ذاتك، وباب جديد كيتحل في وجهك باش تمشي وتكتشف عالمك وعوالم أخرى. تكتشف عالم داخلي ديالك وتكتشف عوالم أخرى من خلال الدراسة أو الرياضة أو التعلم ديال أي نشاط. مهم أنك ما خصكش تسد على راسك وتبقى تبكي وتبقى تهدم وتزيد تفقد راسك في الثقة اللي في الأصل كانت ضعيفة. غادي دير سيلونس، الصمت، عندك ثم عندك، وياك ثم وياك. تصل باش تعرف علاش، باش تطلب المبررات.
ما تتصل بالتليفون، ما تصيفط اوديو في الواتساب، ما تكتب ميساج، ما تسول عليه الناس اللي قرابين ليه، ما تسولش عليه الناس اللي كيدوروا في الفلك ديالو، حتى انت كتدور وجهك. والسكات، هاد السكات كيبين انك انسان ناضج. راه السكات في هاد الحاله ماشي انتقام، ما تعتبروش انتقام، وما تاخدوش على اساس انه انتقام، وما تعتبروش انه ضعف. ماشي ضعف انك ساكت، ماشي ضعف. شنو كنقصد بالسكات؟ يعني ما تسولش، ما تتصلش، ما تصيفطش اوديو، ما تصيفطش ميساج باش تشوف علاش. ما تسعاش هذاك الانسان، ما تسعاش الاهتمام، ما تتسولش. هذا الصمت هو دليل على انك كتحترم راسك، وانك انسان ناضج، او انك كتنضج. لان القيمه ديالك ثابته، ما مرتبطاش بالاحكام ديال الناس. القيمه ديالك ماشي الناس اللي غيعطيوها لك، القيمه ديالك انت كتعطيها لراسك. وملي غادي تكبر، وملي غادي تنجح، وملي غادي دير شي رياضه وتبان فيك، وملي غادي تقرا وتنجح، ما غاديش تمشي باش توري للناس انك كبرتي ونجحتي، لا، غادي تخدم بالسكات على راسك وعلى المشروع ديالك او على الانشطه ديالك، وغادي تكبر في السكات حتى يولي النجاح ديالك والافعال ديالك هما اللي كيهضروا عليك. الاساس في هذه الرحله الشخصيه ديال انك انقطعتي على الشخص اللي خذلك، او الشخص اللي رفضك، او الشخص اللي خرجك من الدائره ديال الاصدقاء ديالو او ديال المعارف ديالو، من الشخص اللي خرجك من قلبه وخرجك من دائره الاهتمامات ديالو. الاساس من هذه الرحله ماشي هو توري الاخرين انهم غالطين فيك، ماشي تبرهن من خلال هذا الصمت ومن خلال هذا الانعزال والخدمه على راسك انهم غالطين فيك. الاساس هو انك تثبت لراسك انك انسان عندك قيمه، وان حتى واحد ما ممكن يحدد لك اش تكون، لانهم اعتقدوا انك صغير وغير صالح. هذا من جهه اخرى تقدر كذلك كأنشطة موازية، لأنها تركز على راسك، تخدم على شي نشاط معين، تقدر تخرج. لأن ملي كنحسوا بالألم، ملي كنحسوا بالخطر ديالنا كيتعصر بالقلب ديالنا كيضرنا، ما نسدوش على راسنا، غادي تخرج وغتسافر، حضر لشي أمسية، حضر لشي حفلة، ما تمنعش راسك من هذا الشيء. كما تقدر مثلا دير شي عمل تطوعي لفائدة أطفال المتخلى عنهم، أو لفائدة المسنين المتخلى عنهم، أو لفائدة أطفال الجبال، أو إطعام قطط وكلاب الشوارع. المهم هو أنك ما تسدش على راسك، ما تجلسش تبكي وتندب حظك. كتير ما يدار، وأي حاجة درتيها من هذا الشيء اللي قلنا غادي تخليك تبدل الرأي ديالك في الأشياء وفي الناس وفي راسك، وتخليك إنسان ناضج في التعامل ديالك مع الناس، وغادي تولي تضحك على داك السلوك اللي صدر منهم، وتقدر تتفهم داك رد الفعل ديال الرفض، وتقدر تسامحهم ولو أنهم غلطوا في حقك، لأنك غادي تكون كبرتي ووصلتي للمرحلة ديال النضج وديال الحكمة.